يوم 29 مارس المقبل بمدينة بركان. هذا عرس رياضي آخر ينظمه البطل العالمي هشام القروج. إذا انطلقت المواجهة والكرة عند فريق النهضة البركانية، لكن كتمشي مباشرة تماس لفريق الوداد البيضاوي. إذا التماس اللي غيرفضوا اللاعب يوسف او خطا اللي غيرفضوا اللاعب رابح. ونشاهدوا احتفاليه ديال الجماهير. لو امكن دائما ان نشاهدوا هذه الاحتفاليه. بالفعل الاخوان يحسين والاخوان التقنيين كيقدموا لنا هذه الصور الجميله اللي كنشاهدوها في الملعب. هذه الاحتفاليه اللي كنتمناو تستمر من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه الاخيره من هذه المواجهه. اذا الكره عند فريق النهضه البركانيه. النهضه البركانيه الذي يسعى الى تحقيق نتيجة تؤمن له مواصلة النتائج الإيجابية التي تحققت له حتى الآن. تمريرة من الجهة اليسرى لكن تصدي ناجح ديال اللاعب عمراني. كترجع مرة أخرى عند فريق الوداد البيضاوي. والحكم يعلن عن خطأ لصالح فريق الوداد البيضاوي. بالضبط اللاعب النقاش اللي كينفذ الخطأ بسرعة. كترجع مرة أخرى كرة عند فريق الوداد البيضاوي عند اللاعب بالرابح. اذا دائما محاولات لجس النبض مع البدايه من اللاعبين ديال فريق النهضه البركاني كما ديال فريق الوداد البيضاوي. اذا الكره عند العمري اسماعيل كترجع عند لاعب الكاس كوناتي اللي كيراوغ غيحاول يمر بالفعل كيمر لكن تمريره خاطئه كتمكن اللاعب العمراني بسرعه. اللاعب نصير محاوله دائما الكره عند فريق الوداد البيضاوي. تمريره جيده عند اللاعب النقاش ايضا محاوله من الجهه اليمنى دائما لفريق الوداد البيضاوي عند اللاعب الهجوج رضا، لكن الكره كتمكن من اللاعب كوناتي اللي كيعطي خطا مرة أخرى عند فريق النهضة البركانية. هجوم مضاد سريع من كل جهة. عزيز محمد وبالرابح يتمكن من مشاركة فريق النهضة البركانية في هذه المقابلة رغم أنه تصاب قبل المقابلة، لكن يتمكن أنه يرجع بسرعة باش يشارك الأصدقاء ديالو. هي مواجهة أيضا بين بالرابح الأكبر وبالرابح الأصغر، وكل منهما يحاول أن يحقق لفريقه النتيجة التي تبتغيها جماهيره بطبيعة الحال. وكل بالرابح اللي كينتمي لأي فريق فالفريقين معا كيمشيو في الاتجاه الصحيح. الوداد حتى الآن بدون فوز خارج الميدان وبدون شك سيبحث عنه اليوم. ربما أنه تراكم المقابلات بالنسبة لنهضة بركان سيؤثر عليه سلبا في هذه المقابلة. نعم، ونشير الى ان الاجواء كشرت قبل بدايه هذه المقابله الى الدور اللي لعبته لا رجال الامن هنا للسلطات المحليه لانجاح هذه التظاهره اللي كانت هناك اعداد منذ ايام، ولا ايضا الخليه الامنيه اللي جات من مدينه الدار البيضاء باش يكون المقابله في المستوى. نشير ايضا اداره المركب ديال مدينه بركان اللي كانت في المستوى ايضا على مستوى تسهيل المهمه للطاقم التقني ديال دوزيم، وايضا الجمال باش تكون هذه الاجواء الحماسيه، خصوصا مدير الملعب مباركي مصطفى. اذا كره لصالح فريق النهضه البركانيه على اثر خطا ديال اللاعب النقاش، خطا بعيد على مرمى الحارس الودادي بن عاشور بدر الدين. سينفذ اللاعب بالطام مهدي ابن المرحوم بالطام اللي معروف انه سجل اهداف من ضربات الخطا. اذا دقه قويه لكن كتمشي محاذيه، لمست بالفعل لمست لاعب رابح وكتخرج بالتالي ركنيه، اول ركنيه خلال هذه المواجهه تكون لصالح فريق النهضه البركانيه. كتنفذ بسرعه الكره عند اللاعب بالرابح الكاس تمرير في اتجاه مربع العمليات، ضربه راسيه دائما محاوله واللاعب بالطام. هناك مطالبه بان الكره لمست يد احد المدافعين لكن تصدي ناجح ديال الدفاع ديال فريق الوداد البيضاوي. تسديدات قويه من اللاعبين ديال فريق النهضه البركانيه لكن تغطيه ايضا من الدفاع ديال فريق الوداد البيضاوي. اذا الكره نهضه بركان اللي كتدخل ب 4-4-2 دائما كيعتمد طالب المقابلات ديالو على وسط ميدان على شكل لوزونج شكل معين. الناجيف كوسط ميدان دفاعي وبريق اليمين ديالو العمري على اليسار ديالو، الكأس كوسط ميدان هجومي. جوج مهاجمين هما بالرابح وحلحول وبتغطيه متبادله في الدفاع عزيز محمد وكوناتي وبلطام والسراج. الطريقه اللي كيلعب بها هي اللي كيلعب بها دائما بلطام
مع التنويع في التنشيط على حسب انه واش كيستقبل في الميدان ديالو او خارج الميدان ديالو. والكره عند لاعب نصير، تدخل ديال اللاعب حلحول اللي تمكن من الكره، حاول يراوغ لكن ضاعت منه، كيدخل مره اخرى لاعب نصير لكن حلحول كتضيع منه الكره، كترجع مره اخرى لصالح فريق الوداد البيضاوي واللاعب كوناتي، لكن محاوله دائما لفريق الوداد البيضاوي بالجهه اليمنى، تمريره دائما محاوله، لكن لاعبين لا المدافعين لا المهاجمين ديال فريق الوداد ما يمكنوش الكره الا في نهايه المطاف. الدفاع ديال فريق النهضه البركانيه تمكن من ابعاد هذه الكره اللي كانت كتشكل خطوره على مرمى حارس فريق النهضه البركانيه الحارس المرابط منير. وفريق الوداد كيعتمد على طريقه ديال 3-5-2، رابح والعمراني وعطوشي في الدفاع. اذا كانت هذه محاوله لفريق النهضه البركانيه، كان خطا لكن الحكم خلى الامتياز دائما لفريق النهضه البركانيه، كانت بوسط اللاعب بلطام كتمشي الكره للتماس لصالح فريق غتعطى الاسعافات، وربما كتعطى الاسعافات اللاعب حلحول اللي تصاب خلال هذه المحاوله، الحكم امتيازي خلى الامتياز، لكن في نهايه المطاف عندما ضاعت الكره ستعطى الاسعافات للاعب فريق النهضه البركانيه حلحول، وتماس لصالح فريق النهضه البركانيه. فريق الوداد كيدخل ب 3-5-2، رابح والعمراني والعطوشي في الدفاع كثلاثي، على الاطراف اللي كيساندوا الهجوم والدفاع هو نصير والقاسمي، النقاش وبالرابح والكارتي هما اللي كيشكلوا الوسط الميدان، كان نقاش وسط ميدان دفاعي بوحدو بالرابح والكارتي في الامام، هجهوج وايفونا في الهجوم. كنظن بانه 3-5-2 عندها سلاح ذو حدين، اما انه كيترك الفراغات والممرات في الدفاع ما بين رابح والعمراني والعطوشي عند ضيع الكره، او توهج هجومي بامتياز انه كيشارك القاسمي ونصير وهجوج وايفونا بالرابح والكارتي في الهجوم. نعم، اذا تعطى الاسعافات للاعب حلحول في الوقت اللي غيتنفذ التماس لصالح فريق النهضه البركاني. الكره عند لاعب ناجي اللي كيمرر اللاعب بالرابح دائما محاوله من بالرابح اللي بعد الكره وكتعطيه خطا ضد لاعب النقاش اللي كنظن سي حسن بانه كاين تدخل من الخلف يستحق الورقه الصفراء. اذا هذا خطا للاعب النقاش على بعد 30 متر تقريبا. الوداد من اصل ال 11 اصابه اللي سجلت حتى الان سجلت 10 الاصابات داخل الميدان وواحد خارج الميدان، في اشاره بانهم كيلقاو عز من حيث التهديف خارج الميدان. وضربة خطأ مرة أخرى لفريق النهضة البركانية بلطام في التنفيذ هو الاختصاصي فيها من هذه المسافات. توشك مدرب فريق الوداد البيضاوي الذي استطاع معه أن يحقق الفريق نتائج إيجابية حتى الآن. وفي التنفيذ بلطام نشاهدوا التمريره اللي غادات او التسديده اللي كانت، لكن تصدي ناجح ديال الدفاع ديال فريق الوداد البيضاوي اللي كتمشي كترجع مره اخرى، لكن اصابه احد اللاعبين ديال فريق الوداد البيضاوي اللي غتعطاه الاسعافات في هذه اللحظه. والشيء السلبي حتى حدود الدقيقه 8 هو السقوط المتكرر للاعبين داخل رقعه الميدان، ما غيخليناش نشوفوا الايقاع اللي غادي بروغريسي مع توالي الدقائق. الان دابا الايقاع كاين في المدرجات اكثر ما كاين داخل رقعه الميدان. نعم، اذا حتى الان بطبيعه الحال الحذر من الجانبين، الحذر في انتظار كنظن انه هدف الى جا غيعطي المقابله وجه اخر. اذا كنا نشاهد مقابله نشاهدوا ان نتائج ايجابيه لدى الفريق لدى البركانيه ولدى الفريق الوداد البيضاوي، بطبيعه الحال كنتحدثوا على نتائج، ولكن كنتحدثوا على الفريقين انهم من خلال الحديث ديالنا مع اللاعبين وايضا مع المسيرين انه حتى الان فريق النهضه البركانيه هناك تحفيزات على المستوى المادي، هناك تاديه الواجبات اللي كتسال اللي كيتسالوها اللاعبين كلهم كتادى لهم في اوانها، وهذا شيء ايجابي. نفس الشيء بالنسبه للفريق الوداد البيضاوي اللي العديد من جانب من الديون تم التاديه ديالو، ان لي بريم كيتادوا اللاعبين في الوقت، دون ان ننسى ان فريق الوداد البيضاوي ايضا اذا كان فريق النهضه البركانيه وطالب قد اعطوا الفرصه لمجموعه من اللاعبين الشباب، فايضا في ضمن فريق الوداد كنشاهدوا عناصر اللي خاضت مكانتها وتعطاتها المكانه من مدرسه الوداد، ومن ابرزهم اللاعب الهجوج اللي هو الان سمع عنه مكانته من ضمن فريق الوداد، اضافه بطبيعه الحال عناصر اخرى داخل فريق الوداد البيضاوي. وكنظن بانه حتى الجمهور ديال بركان كان متعطش للفريق ديالو باستقبال بوجده، رجع لقواعده قويا بمسيريه وامكانياته، وكنعرفوا انه الامكانيات هي من تخلق الحدث، تخلق المدرب وتخلق كذلك اللاعب الممتاز.
اذا سيعود اللاعب ايفونا الى الملعب بعد ان اعطيت اليه الاسعافات، ودون ان ننسى انه فريق النهضه البركاني كان كيلعب في وجده، ربما هذا كان عائق بالنسبه ليه على مستوى التدريب، كان كياخذها في معهد مولاي رشيد، لكن الان بملعبه كنظن انه في هذا الملعب يجد نفسه وسط جماهيري، ولكن ايضا وسط جو حماسي يغريه بالتألق. هذه محاوله لفريق النهضه البركاني، خطيره المحاوله لكن كتمشي ركنيه لصالح فريق النهضه البركانيه. اذا احتجاج من المدرب طوشاك، لست ادري لماذا يحتج على اين سنرى هناك الحكم الرابع الذي يتدخل، ولكن ايضا سنتعرف ما هي الاسباب التي تؤدي الى احتجاج المدرب طوشاك على قرار من قرارات الحكم. على اي ركنيه مره اخرى لفريق النهضه البركانيه كتنفذ دائما محاوله، اللاعب نصير يبعد الكره وركنيه اخرى. اذا الحكم تيازي يشير ان الكره تجاوزت خط المرمى قبل ان يتمكن اللاعب من انقاذ مرمى من هدف من كره تتجاوز خط 5 متر و50. اذا كره في الركنيه واللاعب بالرابح هو الذي سينفذ. شاهدوا استداء والضربه الراسيه، لكن كانت محاديه لمرمى كانت بوسط اللاعب عزيز محمود. نشاهدوا مره اخرى الضربه الراسيه اللي كانت بعيده محاديه لمرمى الحارس الودادي بن عاشور بدر الدين. بالنسبه لنهضه بركان كيتم التحول او الانتقال من حاله دفاعيه الى هجوميه او العكس تتم بسلاسه كبيره، وهذه قوه نهضه بركان حتى الان. اذا خطا لصالح فريق الوداد البيضاوي، يشير الحكم السيد تيازي ضد اللاعب ناجي من فريق النهضه البركانيه. وبعد مرور 12 دقيقه دائما التعادل السلبي 0 لمثله. فريق الوداد ملي كيسترجع الكره خصوصا في لازون 1 كيمر التنشيط الهجومي بسرعه، وهذا ما كيخلي انه الفريق النهضه بركان كيحتاط في بعض اللحظات. نعم، اذا ضربه خطا واللاعب بالرابح الاكبر تسديده محاوله وكانت خطيره على مرمى فريق ربما تسلل. اذا كان تسلل يعلن الحكم السيد تيازي. قبل ذلك يمكن ان نقول ان ابرز محاوله كانت لفريق الوداد البيضاوي التي يمكن ان نقول انه كان اذا بالفعل كان هناك تسلل ديال فريق الوداد البيضاوي بالضبط ديال اللاعب بالرابح محمد. من نشير انه على مستوى النتائج التي سجلت حتى الان بين يوم الجمعه الماضي ويوم السبت مجموعه من اللقاءات تم اجراؤها. كانت اللقاء الاول بمدينه اكادير الرجاء اكتفى بالتعادل امام اولمبيك خريبكا ب0 لمثله. بالامس فريق اتحاد سبوري خميسات انهزم بميدان بين قوسين اي بمدينه القنيطره بهدف 0 امام الكوكب المراكشي الذي اصبح يحتل المركز الاول، في حين فريق المغرب التطواني حصد اول هزيمه له خلال هذا الموسم وبميدانه امام فريق النادي القنيطري. والدفاع الجديدي زاد في جراح فريق اولمبيك سفي وهزمه ب3-0. هذه محاوله لفريق النهضه البركانيه من الجهه اليسرى تمرير في تجمع ربع العمليات. لاعب الرابح كانت عمليه جميله من اسمها بطبيعه الحال وخذ ريسك هو اللي كيعطي الاهداف الجميله. نعم، نظن بانه فريق نهضه بركان كيعتمد على لي زاتاك بلاصي، كيمر على الاطراف، كيبني عمليات بتمريرات قصيره، عكس الوداد انه كيعتمد بناء العمليات على السرعه في البناء ديالها، كترجع بعض الاحيان الى الحملات السريعه. نعم، ونشير ان فريق النهضه البركانيه توفر حاليا على 10 نقاط من اصل 6 مقابلات بمعدل نقطه فاصله 66 في المقابله. فاز في مقابلتين امام اولمبيك خريبكا بهدف 0 وامام النادي القنيطري ب3-1. تعادل في 4 مقابلات امام الدفاع الحسني الجديد. محاوله لفريق الوداد البيضاوي بوسط لاعب ايفونا تمرير في تجمع مربع، لكن دائما كتبقى محاوله لاعب نصير اللي كيخلي الكره الزميل ديالو اللاعب الهجوج رضا، والكره كتمكن منها في نهايه المطاف حارس مرمى فريق النهضه البركانيه. اذا كما اشرت تعادل في 4 مقابلات امام الدفاع الجديد ب0 لمثله، امام اولمبيك سافي ب3-3، امام المغرب الفاسي بهدف لمثله. وحتى الان يظل فريق النهضه البركانيه بدون هزيمه. كان هناك 3 فرق لم تنهزم حتى الان
المغرب تطوالي الوداد البيضاء والندى البركانيه، لكن المغرب تطوالي بهزيمته يخرج من دائره هذه الفرق، وتبقى يبقى فريق الوداد وايضا الندى البركانيه من الفرق التي لم تنهزم حتى الان. الكره عند فريق الوداد البيضاوي عند اللاعب بالرابح محمد اللي كيرد الكره للوراء عند لاعب نصير مازال محتفظ بالكره، كيمررها عند ايفونا، ضاعت من الكره كترجع للاعب كوناتي من فريق الندى البركانيه من الجهه اليمنى. سراج الانطلاقه ومحاوله البحث عن التمرير امامه اللاعب بالرابح كتمشي عند اللاعب ناجي مازال محتفظ بالكره. هناك الجهه اليسرى عند اللاعب محمود عزيز كرد الوراء عند اللاعب الكاس مازال محتفظ بالكره، تمرير في اتجاه اللاعب بلطام اللي كيسدد لكن بعيده على مرمى الحارس الودادي بن عاشور بدر الدين. فريق الوداد من عند امتلاك الكره كيتحول الى 3 مدافعين وجوج على الاطراف كيمشيو يساندوا الهجوم، ولكن عند ضياع الكره كيرجع النصير واللاعب القاسمي الى الدفاع، وبالتالي كنشوفوا الوداد كتدافع ب5 مدافعين بدل 3 أو 4. اذا جماهير تحيه للجماهير اللي التقينا معهم قبل الملعب، كاين منهم اللي جا من مدن اخرى ومن الخارج لمسانده فريق النهضه البركانيه. تحدث هنا عن احمد عبد الخالق اللي جا من مدينه كولون والتقى بنا وتحدثنا عن الجاليه المغربيه هناك وهو يدعم فريق النهضه البركانيه. نتحدث ايضا عن احد ابرز المشجعين الوداديين بوستا اللي دائما يساند فريق الوداد، سي بوستا اللي كيساند فريق الوداد البيضاوي دائما في حله وترحاله. اذا كره لفريق النهضه البركانيه عند لاعب الكاس مازال محتفظ بالكره، حاول يراوغ لكن ضاعت منه، كترجع مره اخرى عند فريق النهضه البركانيه، تمريره الجهه اليمنى عند لاعب حلحول اللي غير المكان ديالو، كان الجهه اليسرى صبح الجهه اليمنى عند بالرابح محاولات تسديده اللاعبين ديال فريق النهضه البركانيه كيحاولوا يعتمدوا على تسديد من خارج المربع كمحاوله لفك الانسجام اللي كاين ديال الفريق او ديال الدفاع ديال الفريق او الترابط ديال الدفاع ديال فريق الوداد البيضاوي. الكره مره اخرى عند فريق الوداد عند اللاعب بالرابح في ظل الرجوع السريع ديال نصير وديال القاسمي على الاطراف. اذا بالرابح الصغير يرتكب خطا في حق بالرابح الاخ الاكبر. اذا الحكم السابق ديال وجدان الحكم الطاهري اللي كيتابع المقابله وبالحكمين اللي ابلوا بالحكام اللي ابلوا البلاء الحسن في البطوله الوطنيه وهو من مدينه وجده ويتابع فريق النهضه البركانيه. نشير ان مقابله اخرى اجريت بالامس على بطوله القسم الوطني الثاني تمكن من خلالها فريق وجده بالامس من الفوز على اتحاد المحمديه ب2-0. اذا هذه محاوله كانت لفريق الوداد لكن كتعطيه خطا لصالح فريق الوداد وبالضبط للاعب الهجومي. كما قلت انا في ظل الرجوع السريع للاعب نصير والقاسمي على الاطراف واللي كيرجعوا للدفاع، الحملات المنظمه كتبقى هي احسن وسيله لمواجهه الدفاع اللي كيتكون من 5 ديال اللاعبين اللي زعزعت او التوازن ديال هذا الدفاع. نعم. اذا نشير انه من بين المدعمين والمساندين ايضا لفريق النهضه البركانيه البطل العالمي السابق هشام القروج، احد الوجوه التي اعطت للرياضه المغربيه وحققت تألق على المستوى الاولمبي والمستوى العالمي، الذي يساند دائما فريق النهضه البركانيه ولكن ايضا في حديث سابق يساند الفرق الوطنيه ومن بينها ايضا فريق الوداد البيضاوي. اذا محاوله لفريق النهضه البركانيه بوسط لاعب محمود عزيز، مراوغه جيده، تمريره في اتجاه مربع العمليات، خروج الحارس بن عاشور بالفعل ما تمكنش من الكره لكن كترجع اللاعب بالرابح اللي تمكن في نهايه المطاف. صراع بين بالرابح الاكبر وخطا بالفعل لصالح فريق النهضه البركانيه ضد اللاعب بالرابح محمد ديال فريق الوداد البيضاوي. على مستوى من زاويه مختلفه كيف ارتكب الخطا في حق اللاعب الكاس. على مستوى المشاركه ديال المدافعين ديال نهضه بركان في الهجوم كنشوفوا يلا محمد عزيز اللي منشط للجهه اليسرى عكس سراج
اللي مازال ما شفناش الان كيشارك في الحملات ديال الهجوم. و20 دقيقة دائما على بداية هذه المقابلة، مواجهة قوية بين فريقين بدون أهداف حتى الآن. طالب الذي سبق له أن درب فريق الوداد البيضاوي يواجهه اليوم. نذكر أن الفريقين معا خاضا حصة تدريبية بالأمس على أرضية هذا الملعب. فريق نادي البركاني ابتداء من الساعة 5 وفريق الوداد ابتداء من الساعة 7 مساء للاستئناس بأرضية الملعب. هذه محاولة بالرابع، دائما محاولة والحكم إذا فرصة ضائعة. ما كاينش اللاعبين ديال الوداديين اعتقدوا أنهم هناك تسلل، ولكن ما كاين لا تسلل أي شيء، وبالتالي كانت هذه فرصة أبرز لفريق النهضة البركانية ليضيع اللاعب بلطام فرصة. اللاعب العماري لو أمكن أن نشاهدوا المحاولة أخرى، هل كان هناك تسلل أم لا؟ كنظن أنه ما أعلنش على التسلل، ما أعلنش تسلل الحكم، ولكن بغينا نشاهدوا نتأكدوا بالفعل هل كان هناك تسلل أم لا خلال هذه المحاولة. إذا اللاعب العماري هو اللي كان وراء هذه المحاولة لفريق النهضة البركانية. نشاهدوا في الانطلاقة. إذا كانت هذه محاولة إذا عند انطلاق الكرة، ولكن من قص الظهر ديال حلحل ربما أنه العماري كان في وضعية تسلل. إذا الكرة مرة أخرى لفريق النهضة البركانية عند لاعب السراج اللي كيمرر، كترجع مرة أخرى عند لاعب النقاش كترجع مرة أخرى عند لاعب الدفاع الودادي اللي كيحاولوا انهم اللاعب الهمراني هشام اللي هو الصمام الامان ديال الدفاع ديال فريق الوداد البيضاوي. كتمشي وتماس لصالح فريق النهضه البركانيه. نقطه ضعف بالنسبه الفريقين هو غياب الضغط على حامل الكره، غياب الخروج السريع لحامل الكره، وبالتالي النزالات ما كتربحش لاسترجاع الكره من اجل الهجوم سريع او من اجل بناء عمليات اخرى. ومحاولة لفريق النهضة البركانية وتدخل الدفاع رابح كان هناك، واللاعب نصير اللي تمكنوا في نهاية المطاف وخلاو الكرة تخرج 5 متر و50 لصالح فريق الوداد البيضاوي. فريق الوداد البيضاوي اللي كيتوفر حاليا على 12 نقطة في الرتبة الثانية من أصل 6 مقابلات بمعدل نقطتين في كل مواجهة. فاز في 3 مقابلات أمام نادي القنيطري ب3 مقابل 1، أمام فتح الرباطي 4 مقابل 2، وأمام الشباب الريف الحسيمي ب3 مقابل 0. دائما النتائج اللي كيحقق فريق الوداد في الانتصار كتكون نتائج كبيرة على مستوى الحصة، ولكن داخل الملعب تعادل في 3 مقابلات، أمام المغرب فاز ب0 لمثله، أمام اتحاد زمون خمسات بهدف لمثله، وأمام الكوكب المراكشي أيضا ب0 لمثله. لم ينهزم حتى الآن فريق الوداد البيضاوي. 12 نقطة. المتزعم حاليا البطولة وفريق الكوكب المراكشي المنتصر بالأمس. هذه محاولة كان خطأ والإيفونا تمكن الكرة، لكن كوناتي كان في المكان المناسب. كترجع مرة أخرى عند لاعب عزيز محمود، عند لاعب الكاس اللي مازال محتفظ بالكرة كيمررها في الكاس مرة أخرى. هناك اللاعب ناجي تمريرة الجهة اليمنى. إذا كما ذكرت أنه الفريقين معا، فريق الوداد إن كان يركز وجهده الآن على مستوى منافسات البطولة، فريق النهضة البركانية يركز أيضا على مستوى البطولة كما على مستوى كأس العرش. فريق النهضة البركانية الذي يسعى إلى تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه كما تحقق لفريق آخر الموسم الماضي، فريق الدفاع الحسني الجديدي الذي كان قد فاز بالكأس لأول مرة. فريق الدفاع الحسني الجديدي الذي يرغب في تحقيق نفس الإنجاز خلال هذا الموسم، لكن أظن أنه على مستوى النتيجة التي حققها ذهابا على مستوى منافسات كأس العرش لن تساعده، وإن كانت الكل ممكن في مجال كرة القدم، فبتعادل بالميدان هدفين لمثلهما أمام الفتح الرباطي يكون قد صعب مهمة الإياب أمام فريق الفتح في مدينة الرباط. لكن كما ذكرت كل شيء ممكن، في حين فريق النهضة البركانية فاز بالميدان بهدفين ل0. وأيضا هنا ولو الحصة على فريق النهضة البركانية أن يحتاط خلال لقاء إياب، فكل شيء ممكن إلا حتى تنتهي المواجهات ذهابا بين الذهاب والإياب. إذا تماس لصالح فريق النهضة البركانية
من النقاط الايجابيه التي تحدثنا عنها قبل هذه المقابله هي مساله الخليه الامنيه التي ترافق الجماهير الوداديه والجماهير الرجويه خارج الملعب، واللي هي خليه تكونت بمدينه الدار البيضاء، واللي حتى الان اعطت الثمار ديالها، كترافق كتاثر الجماهير من الانطلاق ديالهم من مدينه الدار البيضاء في اتجاه المدن الاخرى، واللي هي خليه كيشرف عليها والي الامن ديال مدينه الدار البيضاء، وايضا السي مؤدب، وايضا المشرف العام السي حميد بحري، دون ان نصل العناصر التي تكون هذا التذكير، وايضا الاشاره للعمل اللي كيقوموا به هذا رجال الامن خلال هذا المسار ديالهم. هناك محمد السعيدي وايضا محمد باز العراقي درغام، اذا هذه وكذلك حليم، اذا هذه كل عناصر كتكون الخليه الامنيه اللي تكونات. وكنظن انه نتمناو ما نشاهدوش مره اخرى الصوره اللي شاهدنا خلال لقاء الجيش والدفاع الحسني الجديدي قبل خلال الدوره الخامسه، واللي كتخدش بشكل كبير صوره كره القدم. اذا كره لصالح فريق النهضه البركانيه عند لاعب الكاس تمريره جيده، محاوله لفريق النهضه البركاني، كانت فكره جيده، وكانت ايضا المتابعه ديال اللاعب حلحول، لكن في نهايه المطاف كان انتباه ديال الدفاع ديال فريق الوداد اللي تمكن من تصدي لهذه المحاوله قبل ان تشكل خطوره على مرمى الحارس بن عاشور، وكان اللاعب العمراني اللي كان في المكان المناسب. اذا محاوله و5 متر و50 لصالح فريق النهضه البركاني. وغالبا ما الكرات اللي كتعطى بليزانترفال دائما كتكون هي الاصعب هجوميا، نفس الشيء اللي كيعتمد عليه المغرب التطواني او الدفاع الجديدي، فهما هذه الكرات هما اللي كيجيبوا الجديد. بالنسبه لانه الفريقين يعتمدان على المنطقه الوسطى لاسترجاع الكره، وهذا هو الشيء المشترك ما بين الفريقين. نعم، و5 متر و50 لصالح فريق الوداد البيضاوي، تمريره لكن في نهايه المطاف ما كيتمكنش من اللاعب. كترجع عند لاعب الكاس وكتخرج تماس اللاعب العمري، ولكن لاعب النقاش تدخل في اللحظه المناسبه. والنقاش هو اللي كيعتمد بوحده في وسط ميدان دفاعي، وقادر على انه يتحمل هذه المهمه هذه في ظل انه عنده لياقه بدنيه عاليه، انه كيمزج ما بين انه لا ريكوبيراسيون ديال البال وبناء العمليات. نعم، اذا محاوله مره اخرى لفريق النهضه البركانيه، واللاعب رابح كيتمكن من الكره، كترجع عند الناجي. محاوله كاين طريقه اللي حاولين اللاعبين ديال فريق النهضه البركانيه كيحاولوا يهدوا اللعب في انتظار انهم يجدوا الممرات التي تمكنهم من الوصول الى مرمى الحارس بن عاشور. الكره عند لاعب سراج تمريره في اتجاه المربع، لكن تدخل اللاعب رابح اللي كرة اللاعب العبراني كتمشي مرة أخرى عند دائما لفريق الوداد البيضاوي عند لاعب الهجهوج. محاولة من الجهة اليمنى وتماس يقول الحكم لصالح فريق النهضة البركانية أمام احتجاج الجماهير ديال النهضة البركانية اللي كتشير أنه التماس كان لفريق الوداد البيضاء. بعض الاحيان كنلاحظوا انه نهضة بركان كتستعمل العرض الملعب اكثر من الطول ديالو. نعم، وبالفعل انه اللي كنشيروا ليه كان هناك رفع الرجل شيء ما اللي اللاعبين ديال النهضه البركاني كيطالبوا خطا. محاوله بوسط لاعب كرتي وصراع الكره، محمود عزيز كرتي من الجهه اليمنى، دائما محاوله لفريق الوداد البيضاوي اللي غيردها الوراء بالفعل، وتمرير في اتجاه مربع، تدخل نجاح ديال الدفاع ديال فريق النهضه البركانيه، صراع بين لاعبين وداديين بين اللاعب نقاش واللاعب براع حول الكره، كتمشي للمربع وخروج الحارس، لكن لاعب ما كانش عنده الثقه، بالتالي انه حاول يبعد الكره عن مربع العمليه. دائما الكره لصالح فريق الوداد البيضاوي بوسط لاعب كرتي، كان تدخل اللي كان صعيب شي شويه، وكنظن كنتمنى ان ما تكونش الاصابه. بالفعل كان تدخل شيئا ما صعيب في حق اللاعب كرتي، وكنا كنتخوفوا نشاهدوا مره اخرى كيف ان اللاعب حلحول تدخل، كان شويه التدخل فيه شويه الخطوره على اللاعب، وكان يمكن كنتمنى ان العواقب ديالو بالفعل الحمد لله الامور خرجت سالمه، ولكن كنظن في نهايه المطاف الكره كاين هناك صراع من اجل الربح من اجل الانتصار، لكن ايضا وجب كنظن انه بعض الاحيان التدخلات اللي يمكن تحرم لاعب، وكم من لاعبين حرموا من مسارهم مواصله المسار الرياضي نتيجه اصابه اللي كتكون في الملعب، نتيجه تدخل اللي كيكون بعض الاحيان غير محسوب العواقب.
نذكر أن هذا عرس رياضي تعيش مدينة بركان اليوم باحتضان هذه المقابلة قمة الدورة السابعة من بطولة القسم الوطني الأول. دون ننسى ونذكر أن عرس آخر ستحتضن يوم 29 أبريل نصف ماراثون مدينة بركان في دورته الثانية. هذا النصف ماراثون الذي ينظمه البطل العالمي هشام القروج. إذا شاهدنا قبل قليل محمد فخير مدرب الفريق الرديف الذي يحضر الآن، جرينا معه استجواب قبل بداية هذه المقابلة. هو الآن بمدينة بركان لمتابعة هذه المواجهة، لمتابعة عناصر بإمكانها أن تعزز الفريق الوطني وأيضا يشاهد العناصر التي تلعب ضمن الفريق الوطني الرديف حاليا. إذا نشاهدوا اللاعب الكحل الذي يتابع المقابلة من المدرجات، او عفوا هذه محاوله لفريق الوداد البيضاوي دائما لصالح اللاعب بالرباح عند اللاعب الكاس. اللاعب الكاس اللي كينطلق بالجهه اليمنى امام اللاعب بالرابح. الكاس في اتجاه لاعب بالرابح، كتمشي عند اللاعب الكاس اللي غيحاول يمرر. كان هناك مرور ديال اللاعب من الجهه اليسرى، لكن في نهايه المطاف تنتهي عند الحارس. كانت هذه محاوله والحكم يشير الى ضربه جزاء وكاين تردد الحكم لان ما عرفناش شنو غيشير ليه الحكم. كان هناك اشاره، كان هناك الجمهور يطالب بضربه جزاء، كان هناك نقاش، ولكن كان هناك تردد. التفاعل ديالو مع اللقطه، التفاعل ديالو مع اللقطه انه ما كانش بالشكل اللي اعتقدنا انه سيعلن عن ضربه جزاء. اذا اللاعب العمراني وبالربح. اذا شاهدوا مره اخرى هذه المحاوله وضربه جزاء يعلن عنها الحكم الامتيازي مع انذار للاعب. إذا أول فرصة يمكن أن نقول كانت هناك فرص، لكن فرصة حقيقية التي وهذا هو العيب السي حسن ديال 3-5 دائما كتبقى ممرات فارغة. كنظن بأنه توشاك يعتمد على 5 لاعبين في الوسط. قوة الوسط التي يبحث عنها ربما أنه تضعفها قلة اللاعبين ديال الدفاع في شخص 3 ديال الدافعين اللي كيخليو ممرات فارغة وكبيرة جدا. ولاعبو فريق الوداد البيضاوي يحتجون على قرار الحكم السيد التيازي في وقت يطالبهم اللاعب العمراني بالعوده وقبول قرار الحكم السيد التيازي. اذا في التنفيذ اللاعب بالرباح. هل ستكون هناك ضربه جزاء؟ هل سنشاهد الهدف الاول خلال هذه المواجهه؟ على اي هذه اول كره يمكن ان نقول حقيقيه لنشاهد الهدف خلال هذه المواجهة بعدما شاهدنا محاولات أخرى لفريق النهضة البركانية كما لفريق المغرب. إذن والهدف الأول هدف فريق النهضة البركانية، الهدف المسجل في هذه اللحظة من طرف اللاعب بالربح. هدف سيعطي حماس لهذه المواجهة، سيعطينا فرصة لمتابعة المقابلة في المستوى الكبير. الآن كنظن أنه ملي شاهدنا كانت هناك محاولات، كان هناك نوع من الصرامة التكتيكية من المدربين، لكن مع الهدف سنشاهد أكيد وجه آخر للمقابلة، رغبة من الوداد لتعديل النتيجة، رغبة من فريق النهضة البركانية. كادت هذه الكرة أن يتمكن من الحارس لأنه شاهدنا الطريقة اللي يتمكن أو نفذ بها اللاعب بالربح ضربة الجزاء. كنت كنتظر من الممرات الكبيرة التي يتركها الخطة ديال 3-5 أن يستغلوها بالربح، وكذلك حلوة ربما حتى الشرطي ولا دخل في الجولة الثانية بالسرعة ديالو، أنه في بناء الهجومات دائما كتلقى 3 ديال المدافعين بممرات ما بين لاعب ولاعب كبيرة جدا. إذا الهدف يأتي في الدقيقة 32 ربما في اللحظة اللي كيكون أنه الفريق مزيان يجي فيها الأهداف، ومن الصعب يجي فيها الأهداف على الفريق اللي كيكون تسجل عليه الهدف. وربما غنشوفوا وجه آخر ديال المقابلة، غادي نشوفوا أنه الوداد غتخرج أكثر للهجوم لأنه كانت كتعتمد على الحملات المنظمة أكثر من بناء بالحملات السريعة أكثر من المنظمة، وبالتالي غنشوفوا وجه آخر ديال المقابلة. نعم، وكرة مرة أخرى عند اللاعب بالرابح، ما كاينش خطأ، الحكم يعلن عن تماس لصالح فريق الوداد البيضاوي. كتمشي الكرة عند اللاعب بالرابح محمد، ما تمكنش من المراوغة، وبالتالي تماس دائما لفريق الوداد البيضاوي. وخطأ لصالح فريق الوداد بالضبط للاعب بالربح.
كنظن بانه على توشك ان يصحح الغير المنتظر في المقابله، وهذا ما حصل الان. نظن انه الملاحظه والتحليل والتوقع غادي يتم التصحيح، وبالتالي 3-5 دائما كنقول بانه ربما ما كتاتيش بالجديد خارج الميدان بالنسبه للوداد. نعم. والكره لفريق النهضه البركانيه كترجع عند لاعب الكاس او لاعب الناجي، الخطا لصالح فريق النهضه البركانيه وبالضبط لصالح اللاعب بالرابح. هناك سيكون انذار للاعب، لو انه ما التفت شيء اللاعب العمراني سيكون انذار الشفوي، ربما يتحول الى انذار ورقه صفراء، لانه اللاعب العمراني كان هناك تدخل في حق اللاعب بالرابح اللي شاف من خلال الحكم ان هناك خطا لصالح اللاعب بالرابح. نشير الى فريق النهضه البركاني وبتسجيل هذا الهدف يكون قد سجل 10 اهداف وسجل عليه 6 اهداف، سجل 4 داخل الميدان، لكن الان يسجل الهدف الخامس، 5 خارج الميدان. هناك قوه داخل وخارج الميدان بالنسبه لفريق النهضه البركانيه الذي سجل عليه داخل الميدان هدفين وخارجه 4 أهداف. هناك فقط يمكن أن نقول مشاكل دفاعية خارج الميدان، في حين الوداد البيضاوي سجل حتى الآن 11 هدف، سجلت عليه 4 أهداف و5 بهذا الهدف الذي سجله اللاعب بالرابح. سجل 10 بالميدان وسجل إصابة واحدة أيضا بالرابح عندما سجل. يهنئ الأخ الأكبر بهذا الهدف. اكيد انه صراع خفي كاين بالفعل. كنظن بانه هذا هو الجو اللي كنقلبوا عليه في الرياضه، هو يكون جو اخوي لا داخل الميدان ولا خارج الميدان، خصوصا انه نبعدوا على الشغب اكبر ممكن. نعم. اذا سجل فريق الوداد البيضاء 10 اهداف داخل الميدان وسجل 1 خارج الميدان، يعاني على مستوى التهديف خارج الميدان، سجل 3 داخل الميدان، اصابه 1 خارج الميدان، قوه دفاعيه ايضا خارج الميدان. اذا تماس لصالح فريق الوداد البيضاوي غير اللاعب نصير 10 دقائق او 9 دقائق بالضبط على نهايه الجوله الاولى. دائما تفوق فريق النهضه البركانيه بهدف ل0، وخطا لصالح فريق الوداد البيضاوي. هناك اللاعب ايفونا اللي حاول اللاعب نصير ايضا، مجموعه من اللاعبين. اذا النقاش في نهايه المطاف هو الذي سينفذ الخطا لصالح فريق الوداد البيضاوي. لاعب النقاش ينفذ تصدي ديال اللاعب كوناتي، كترجع مره اخرى عند اللاعب الكاس في اتجاه اللاعب العماري وتدخل لاعب رابح اللي كيخرج الكره. تماس لصالح فريق النهضه البركانيه. كنلاحظوا انه الهجوم ديال فريق الوداد البيضاوي اغلبيه العناصر المكونه له هي عناصر شابه، اللاعب الكرتيله ايضا اللاعب الهجوج، وهذه الطريقه اللي اعتمدها فريق الوداد واعتمدها لا المكتب المسير ولا ايضا المدرب، هي الاعتماد على مجموعه من العناصر ديال الفريق من المدرسه وايضا من العناصر الشابه لتطعيم الفريق. وحتى ما نساوش حتى نهضه بركان فهي كتعتمد هذا شيء شرنا على العناصر الشابه اللي يعتمدها المدرب الطالب وايضا فعاليه الفريق. وكانت بواحد المستقبل كبير اللاعب الشرطي اللي كيتوجد دابا في بنك الاحتياط ديال نهضه بركان، لاعب الشرطي اللي عنده من المهارات ما تجعلوا انه يلعب في المنتخبات الوطنيه. نظن بانه هو ابن مدينه بركان ولعب في شباب بركان من قسم الهواز. والكرة عند هناك انذار شفوي للاعب الكاس لاعب فريق النهضه البركانيه، والخطا دائما لاعب النقاش من الجهه اليمنى عند رابح اللي غيحاول يمر في اتجاه المربع بالفعل، لكن لاعب ناجي يتدخل كترجع مره اخرى عند نقاش، تمريره الجهه اليمنى كتضيع الكره كترجع مره اخرى عند فريق النهضه البركانيه عند حلحول واللاعب رابح، وتماس لصالح فريق الحكم يقول ليس هناك خطا بل هناك تماس لصالح فريق الوداد البيضاوي. اللاعب نصير لك الكره اللاعب العمراني تمريره للجهه اليسرى عند لاعب بالرابح محمد مره اخرى دائما محتفظ بها بالرابح كيحاول يراوغ، كاين هناك عمليه شد وبالتالي خطا واضح لصالح فريق الوداد البيضاوي. بالنسبه لنهضه بركان في هذه الاونه هذه كدير الضغط عالي وبالتالي ما كتخليش انه الوداد دير لا رولونس من الدفاع، وهذا كيجهض العديد من المحاولات ديال الوداد.
وربما الفريق النهضه البركانيه. هذه محاوله لصالح فريق الوداد البيضاوي، محاوله جيده بوسط لاعب ايفونا، لكن في نهايه المطاف يتدخل لاعب كوناتي ليخرج الكره الى الركنيه، ركنيه لصالح فريق الوداد البيضاوي. وكنظن انه على مستوى الوداد يحاول الاعتماد على الهجومات والضغط على فريق النهضه البركانيه. محاولات راسيه وتدخل الدفاع ديال فريق النهضه البركانيه. كان هناك كره اتجه للشباك، لكن الدفاع تدخل في اللحظه المناسبه لابعاد الكره والحلول دون تسجيل الهدف التعادل لفريق النهضه البركانيه. والوداد انتظر انه يتسجل عليه هدف باش تكون لا رياكسيون ديالو بوزيتيف. كنظن بانه الوداد كون بدا المقابله هكذا ما كانش غادي يستقبل بديك الطريقه الهدف، وشيء طبيعي انه الفريق الزائر يحاول الاعتماد على الهجومات المضاده والعوده، لانه التعادل في نهايه المطاف يبقى نتيجه ايجابيه بالنسبه لفريق الوداد البيضاء، ولو انه يطمع في تحقيق الانتصار، ولكن من خلال الهجومات المضاده. النهضه البركانيه يلعب ميداني ويحاول ان يحقق الانتصار امام جمهوره. اذا ربما هي اللي كتعطيها الصوره اللي يلعب بها كل مدرب. لا النتيجه ديال التعادل غتخلي فريق الوداد في الصف الاول صحبه الكوكب مراكش. والكره مره اخرى عند اللاعب رباح اللي كيغير الاتجاه، لكن تدخل ديال الدفاع ديال فريق النهضه البركانيه كترجع مره اخرى وكتمشي تماس لصالح فريق الوداد البيضاوي. ونظن هذا من العيوب ديال توشاك في هذا الموسم هو الاعتماد على 3-5-2 خارج الميدان. هذا الشيء علاش انه فريق الوداد سجل يلا هدف واحد خارج الميدان. نظن بانه كان انه التحليل ديالو في اتجاه صحيح، كان انه يمزج ما بين خطه اخرى خارج الميدان و3-5-2 اللي كتعطي الفروي ديالها في الدار البيضاء. نعم. ومن نشيروا حنا نتحدث عن النتائج التي يحققها فريق النهضه البركانيه لكره القدم، لا باس ان نشير الى الوضعيه اللي كيعيشها فريق كره السله، وكنتمنى انه يستافد من المساعدات، لانه في نهايه المطاف يعاني على المستوى المادي. وهناك اشاره وحديث عن امكانيه استقاله المكتب الفني على اعتبار غياب الدعم لهذا الفريق. هذا الفريق اللي كان كيدعموا فعاليه المدينه، ومن بينهم لاعب او البطل العالمي هشام القروج اللي دعم كل الرحلات ديالو خارج الميدان الموسم الماضي على مستوى المبيت. وكنتمنى انه فعاليه اخرى تدعم هذا الفريق وتساندو ديال كره السله كما ساندو الناس ديال المدينه والبطل العالمي هشام. صحيح ان كره القدم هي قاطره لجميع الفروع في جميع انحاء المملكه، ولكن كتبقى الاعتناء بالفروع الاخرى ضروريه لخدمه الرياضه عموما في اي منطقه من المناطق ديالنا. ومحاوله مره اخرى لفريق الوداد البيضاوي من الجهه اليسرى عند اللاعب النقاش اللي غيحاول مره الجهه اليمنى. بالفعل تمريره عميقه اللي ما كيتمكنش منها لان فاجات اللاعب الودادي، ولكن في نهايه المطاف تمكن من الحصول على ركنيه في هذه اللحظه. اذا ركنيه بوسط اللي غتنفذ بوسط لاعب الهجوج في اتجاه المربع، وضرب اسيه بوسط لاعب العمراني كتمشي فوق المرمى ديال الحارس ديال النهضه البركانيه. دقيقتين فقط على نهايه هذه الجوله. دائما النتيجه المسجله هدف صفر لصالح فريق النهضه البركانيه، هدف اللي كان من توقيع اللاعب بالرابح لاعب فريق النهضه البركانيه بالرابح عبد المولى، لأن هناك بالرابح محمد الذي يلعب لفريق الوداد البيضاوي. كما ذكرنا هي مواجهه بين طالب وتوشاك، هي مواجهه بين النهضه البركانيه والوداد البيضاوي، لكن ايضا مواجهه بين بالرابح عبد المولى الذي يستقبل وبالرابح محمد الاخ الاكبر، ايهما سيحقق الانتصار خلال هذا الميدان. التفوق الان للاخ الاصغر بهدف لصفر، والذي كان بالرابح عبد المولى هو الذي كان وراء الهدف الذي يعطي التفوق حتى الان لفريق النهضه البركانيه بهذه النتيجه المحققه حتى الان. ونحن لا زلنا ننتظر دقيقتين من الوقت القانوني. ودي محاوله بوسط لاعب ايفونا، محاوله النهضه البركانيه داخل الوداد البيضاوي. هدف لفريق الوداد البيضاوي ياتي في الوقت القاتل في الدقيقه 42 في اللحظات الحاسمه من المقابله. صمت رهيب في المدرجات ديال النهضه البركانيه، ولكن فرحه بالمقابل ديال الجماهير الوداديه. هدف ياتي كما ذكرت بروبيس، لانه هذا هو الوقت المناسب لتسجيل هدف التعادل.
انه غادي تدخل حماس اخر خلال الجوله الثانيه، لانه كان هناك تراخي الا بغينا ديال الدفاع ديال فريق النهضه البركانيه. استغلوا اللاعب ايفونا اللي تمكن من تسجيل هدف التعادل لفريق الوداد البيضاوي. نشاهدوا مره اخرى كيف انطلقت العمليه. اللاعب الهجوج اللي مر الايفونا اللي راوغ وفي نفس الوقت ركن الكره في المكان المناسب معطيا هدف التعادل لفريق الوداد البيضاوي، وهدف لمثله ودقيقتين كوقت بدل ضائع هي المتبقيه في هذه الجوله الاولى. اذا في الوقت اللي كان الجماهير وكانوا اللاعبين ديال النهضه البركانيه منتشرين بالانتصار المحقق حتى الان ويطمحون في ان يكون تنتهي المواجهه خلال الجوله الاولى بهذه النتيجه المسجله، فريق الوداد البيضاوي تمكن من تعديل النتيجه. اذا اللاعب ايفونا يرد على هدف الذي سجله عبد المولى بالرابح على اثر ضربه جزاء لفريق النهضه البركانيه، والنتيجه حتى الان متعادله هدف لمثله. الكره مره اخرى عند فريق النهضه البركانيه عند اللاعب محمود عزيز عند العماري اللي راوغ، وكتمشي كره تماس لصالح فريق النهضه البركانيه عند لاعب كاس مره اخرى عند لاعب عزيز محمود، كترجع والحكم يقول تماس لصالح فريق الوداد البيضاوي. غير تقول لاعب نصير بسرعه في اتجاه لاعب ايفونا، لكن الحكم يطالب باعاده التماس، ولكن سيكون للنهضه البركانيه هذه المره وليس للوداد البيضاوي. وعودة الحماس للجماهير التي تساند فريقها حتى يتمكن من تسجيل هدف آخر. هذه محاولة لفريق النهضة البركانية، لكن الدفاع ديال فريق الوداد يتمكن اللاعب قاسم أيوب يرد الكرة. هجوم مضاد بوسط اللاعب محمد بالرابح مازال محتفظ بالكره. هناك اللاعب الهجوج كيتمكن من الكره. اللاعب كاس كياخذ الكره كترجع مره اخرى هجوم مضاد سريع على الحول ما يتمكنش من الكره وكتمشي تماس لصالح فريق الوداد البيضاوي. نصير هو الذي سينفذ التماس لصالح فريق الوداد. انتهى الوقت القانوني، يدخل الان الوقت بدل الضائع. ايضا 40 ثانيه كترجع الكره مره اخرى عند والحكم يقول خطا لصالح فريق الوداد البيضاوي. اذا هدف لمثلين. وذكر المشاهدين الكرام ان المقابله تدور برسم الدوره السابعه، تجمع النهضه البركانيه والوداد البيضاوي، كلاهما يحتل المراكز الاولى. الوداد يتوفر حاليا على 12 نقطة والنهضة البركانية أيضا على 10 نقاط. تنفذ أو الكرة عند اللاعب نقاش اللي يحاول يمرر، لكن كتمشي ركنية لصالح فريق الوداد البيضاوي. شيء إيجابي أننا لا على مستوى الجماهير وصل الجهة اليمنى اللي في الجهه اليسرى من الملعب اللي فيها الجماهير ديال مدينه بركان، وايضا الجهه اليمنى اللي فيها الوداد. هذه محاوله والكره كترجع دائما عند فريق الوداد البيضاوي في اتجاه المربع. ضربه راسيه خطيره على مرمى الحارس البركاني وفي نهايه المطاف تعطيه ركنيه. اذا شاهدنا ضغط كبير ديال الوداد البيضاوي على المرمى ديال الحارس البركاني، الحارس المرابط منير، ضغط اللي اعطاه هدف. وحتى الان نشاهد انه متواصل في اللحظات الاخيره من الجوله الاولى من هذه المواجهه. اذا ركنيه وتشاط المتابع في اتجاه المربع، والحكم يعلن عن الكره خرجات 5 متر و50 لصالح فريق النهضه البركانيه. اذا الحكم سيعلن في هذه اللحظه وبعد تنفيذ ربما الكره على نهايه الجوله الاولى بالتعادل هدف لمثله. جوله اولى عرفت قله المحاولات 3-5-2 ديال توشاك لعبات ضد 4-4-2 ديال طالب. عيب الوداد عند ضياع الكره تبقى ممرات فارغه في الدفاع. ردة فعل الوداد بعد تسجيل هدف عليه كانت قويه وجاء هدف التعادل. ربما انه انطلاق جوله غتبدا من الصفر. ايقاع المدرجات كان اكثر من الايقاع الذي كان